نهاية الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية بتنتهي إن أمينة خليل أو نيلي بتعمل بوست على صفحتها الشخصية وبتبدأ تنشر قصتها هي وابنها. عمالة أشوف آراء متضاربة جدا على التيك توك وعلى الإنترنت على الحركة دي بالذات، وأنا ما زلت منبهرة بقد إيه الناس أو بعض من الناس الفكرة المسلسل راحت فوق دماغهم كده، ما دخلتش هنا. ناس كتيرة قوي بتقول ليه هي تنشر حاجة زي كده، وليه هي تنشر حاجة شخصية، وده ممكن يأذيها في شغلها، وده ممكن يأذيها بسمعتها قدام الناس. جماعة هو احنا كنا بنتفرج على نفس المسلسل ولا ايه بالظبط؟ يعني هو اصلا المسلسل كله قائم على فكرة ان انت لما تمر بحاجة زي دي ده ما يعيبكش انت، وده مش غلطتك انت، وانت المفروض ان انت تبقى جزء من توعية الناس اللي حواليك عشان نشجع بعض. ان كمية الناس انت شفته في المسلسل، كمية الناس اللي اتعرضوا للتحرش ومحدش منهم بيقول للتاني بسبب الآراء دي. في المسلسل هدفه الأول ان هو يعلمنا ان انت مش انت المشكله، ولما يحصلك حاجه زي كده اتكلم عشان كلنا نتكلم. فاللي بيعمل الجرائم دي ما يبقاش هو اللي كسبان، مش يبقى هو اللي محسسك ان انت اللي مكسوف. فيعني اكيد لا يا جماعه، يعني اكيد اللي هي عملته صح، واللي هي عملته المفروض تبقى مثال يحتذى به عامه. ان انت لا قدر الله لو مريت بحاجه زي كده او تعرف حد مر بحاجه زي كده، مش بس اتكلم ولكن خليك جزء من الناس اللي مش بتجادج الاخر. يعني احنا لو كلنا قعدنا كل واحد منا يحكم على التاني يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا كده بنشجع وسام، يعني احنا كده خلاص، احنا القصة بطولة وسام الراجل الصح اللي احنا المفروض نمشي وراه.